طبعا كلنا عارفين ان الزمالك هيلعب النهارده مع سموحه. ماتش مهم جدا جدا جدا، حياه او موت زي ما بيقولوا. فنرجو من الكابتن معتمد جمال، لا عايزين فتي ولا فزلكه ولا حنيكه، الله يبارك لك. اللعيبه تلعب في اماكنها من غير ما تريح حد مهم. هما ماتشين، مش محتاجين ان احنا نفتي، الله يبارك لك. جماهير الزمالك مش هتستحمل ان احنا نخسر الدوري بعد الموسم الاعجازي اللي احنا عملناه دوت. فاللعيبه تلعب في اماكنها وما تريحش حد. اظن الموضوع سهل جدا. فيما يخص لعيبه الزمالك، يا ريت نسترجل، نبقى رجاله، نبقى قد المسؤوليه، نحس بالجماهير اللي مش هتلاقي زيها تاني في العالم والله. نقدر قيمه التيشيرت اللي احنا لابسينه. هما ماتشين تكسبهم تاخد الدوري. انت الفريق الوحيد اللي مش مستني هدايا من حد. انت تكسب الماتشين تاخد الدوري. ملناش دعوه ببيراميدز والاهلي، اعتبرهم كسبوا الماتشين. احنا نسترجل ونكسب سموحه وسيراميكا، ده الطبيعي وده الوارد. احنا الزمالك نكسب اي حد، فنكسب سموحه ونكسب سيراميكا خدنا الدوري. المدرب يعمل اللي عليه واللعيبه تعمل اللي عليها زي ما الجماهير عامله اللي عليها والزياده. الله يبارك لكم. مش هنستحمل الموسم دوت نخسر اي حاجه بعد كل اللي حصل دوت. ما تجيش قبل خط النهايه ب 2 متر وتقول لي اصل انا تعبت فهقعد اريح. ريح بعد البطوله. عندك ماتشين في الكونفدراليه وماتشين في الدوري، 4 ماتشات اول عن اخر كسبتهم، خدت بطولتين منهم بطوله قاريه هتاخد من وراها حوالي 4 مليون دولار، هيحلوا لك مشاكل كتيره جدا. ودي طبعا بطوله الدوري وما ادراك ما بطوله الدوري. ف4 ماتشات نسترجل وناخد البطولتين وبعد كده ريح زي ما انت عايز.